السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. يلا بينا بقى، النهاردة هنعمل طاجن بامية وطاجن فاصوليا. طبعا هو المفروض يعني كان يبقى طاجن بامية، بس انا ما لقيتش الا كيس بامية واحد بس في الفريزر صراحة، فجت بالصدفة كده الفاصوليا الخضراء. طبعا بقى هنجهز 3 معالق زيت، قطعة ليا مبشورة في حجم الليمونة، معلقة سمنة صغيرة. هنسخنهم على النار يدوبك بس كده يسخنوا، ما تخليهمش يسخنوا قوي قوي يعني. انا عايزه اللي هي تبقى، بصوا زي ما انتوا شايفين كده، بصوا باينه ازاي ما ساحتش وما اتحرقتش يعني. طبعا بقى هدي اللحمه تشويحه كويسه، وبعد كده هنزل بمعلقه سكر صغيره، وبعد كده بقى هفضل اقلب على عين هاديه متوسطه يعني. وبعد كده هنجهز معلقه صغيره سكر، معلقه فلفل اسود. طبعا لعيار، المفروض ده كان لعيار كيلو باميه وكيلو طماطم متسبكه طبعا. طبعا بقى هنقلب كويس، وبعد كده هنزل بمعلقه سكر صغيره، ومعلقه ال11 بهار كبيره شويه، ومعلقه فلفل اسود صغيره، وبصلايه صغيره قوي، وهفضل اشوح. طبعا انا مش عارفه اوصف لكم ريحه ال11 بهار عامله ايه كانت ريحتها حلوه جدا. يا ريتكم تعملوها قبل العيد طبعا. هتستعملوها في كل حاجه، حتى في الشوي. انا النهارده حطيت منها في طبق الفول اللي احنا كنا بنفطر منه. فريتكم تلحقوا تعملوها، هتستغنوا عن المكعبات المرقه الدجاج طبعا. طبعا والبهارات طبعا صحيه طبعا عن المرقه طبعا، احنا عارفين. طبعا نزلت ببصليه صغيره خالص، وغطيتها بالميه كده، يا دوب غطيتها بس، وسبتها على عين هاديه لمده نص ساعه. وبعد ما شربت الميه نزلت ب4 فلفل رومي مفرومين وراس توم مفرومه. فضلت اشوح حوالي 3 دقايق برضو على عين هاديه. تفضلي تشوحي اللحمه مع الفلفل مع التوم يعني حوالي 3 4 دقايق، عين هاديه خالص، مش عايزه التوم يتحرق. وبعد كده هتحطي حوالي نص رتل ميه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بقى نزلت بحوالي كيلو عصير طماطم متسبك من اللي احنا عاملينها برضو على القناة. وبقول تاني، انا اسفة ان انا بعيدها تاني، اعملوا ال11 بهار يا جماعة، والله هتدعولي. طبعا بقى الطماطم متسبكة، فيدوبك اديتها غلوة بس. طبعا لما عرفت ان انا ما عنديش الا كيس بامية واحد، قلت انا هزود معلقة معجون طماطم علشان ازود يعني كمية الصلصة شوية. طبعا حطيت معلقة هريسة اللي احنا عاملينها على القناة برضو. انتوا هتشوفوا الريحة عاملة ازاي والطعم بمعلقة الهريسة دي، اللي هو فلفل حامي على فلفل رومي احمر مفرومين. طبعا بقى هنا لما عرفت الصدمة، حطيت بقى كيس البامية في قلب الطاجن، وكيس الفاصوليا الخضراء في قلب الحلة. دي متفرزة على القناة ودي متفرزة على القناة. نزلت طبعا بقى بنص كمية التسبيكة اللي احنا عاملينها، المفروض كانت للبامية، قسمتها بقى على الاتنين. بس انا مش عارفة اوصف لكم طعم الفاصوليا كان عامل ازاي، كان خطير والله العظيم. طبعا بقى البامية فكت من سخونية الصلصة اللي انا نزلت بيها على البامية. طبعا بقى كنت مشغلة الفرن على درجة حرارة 200، ده الملح يا جماعة. شغلت الفرن وسخنته كويس جدا حوالي 10 دقايق قبل ما ادخل الطاجن الفرن على درجة حرارة 200، ودخلت الفرن حوالي 45 دقيقة في الرف اللي في النص. هنا بقى الفاصوليا اهي خلاص على النار، هسيبها نص ساعة على عين متوسطة. والبامية هنا خلاص طلعت بقى بعد 45 دقيقة. والفاصوليا هنا كنت بغرفها في طاجن. طبعا دي فحماية يا جماعة، اللي متابعني هيبقى عارف ان انا بحب اعمل البامية فحم كده، بتبقى ريحتها خطيرة بصراحة. طبعا وعملت معاها رز بشعرية. طبعا يا ريتكم تجربوا الفاصوليا بطعم البامية هتعجبكم قوي بجد. مش لازم يعني ني، طبعا هي ني طبعا صحي جدا، بس طلعت خطيرة بأمانة يعني. وطبعا البامية حلوة قوي، وطلعت البامية الواحدة بوحدتها كده
مش ما اتهرتش ولا حاجة طبعا، عشان ما اديتهاش غلوة على النار يعني من فوق. واللحمة استوت وطبعا احنا عارفين بقى رز بشعرية، رز حباية بحباية، براحتكم طبعا. مش عارفة اقول لكم طعم الفاصوليا والبامية كانوا عاملين ازاي. اوعوا تنسوا بقى تجربوا بقى تعملوا البامية والفاصوليا، يا رب تعجبكم. وطبعا واي بيت بيحصل فيه اي دروب زي اللي حصل معايا. يلا بقى، اذا عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.